المطرب الشعبي والشاعر التونسي محمد بوسدة، مرحبا بك على راديو ميوزيكانا في منوعة ليلة ليلة. مرحبا اخويا كمال، ومرحبا بالمستمعين واحلى برنامجكم ليلة ليلة. عايشك محمد بوسدة. محمد بوسدة، اتصلنا بك لخاطر عندك اغنية عملت ضجة في تونس والعالم، في تونس خاصة. الاغنية الاخرانية غنيت فيها على نوف الورديني وعلى عبد الرزاق شيبي، اللي هي الاغنية اسمها راس بسل. لو كنت تحكينا على هذه الحكاية، على هذه الاغنية. راس البصل واحد راس بسل. راس البصل برك. فما راس بسل واحد واثنين ولا كيفية؟ فما بس ان شاء الله ثم 2 و3 و4 و5 ان شاء الله. ما تقوليش راس بسل على الاعلاميين التونس الكل. والله مش على الاعلاميين التونس الكل، ما همش الكل معناها يستعملوا في اللي ثم اعلاميين معناها يتميزوا معناها بالنزاهة وبالكلمة وبالرجولية وما تحسش معناها كونهم يتعاملوا معاك معناها كيما يتعاملوا معاك الرجل البصل الاخرين. راس بسل واحد غنيت حكيت وغنيت على أغنية غنيتها لنوف الورتيني اللي قدم برنامج لبيت وبرنامج كلام الناس، وغنيت أيضا على عبد الرزاق شيبي اللي قدم في البرنامج المسامح الكريم. علاش اخترت اسامي اساسا باش تغني فيهم على نوف الورتيني وعلى عبد الرزاق شيبي؟ باهي خويا باش نقول لك علاش. بالنسبة لنوفل الورتاني هو كان صديق، كان نوفل التوالي، كان نوفل يخدم على روحه ويجتهد، لكن تقلب ب180 درجة بتبيع بعد ما ذاع صيته تبارك الله في الميدان الإعلامي، ولا يتعامل بأسلوب نعتبر وانا مبتذل نوعا ما مع الفنانين. ومش كان نوفل مع زميله الهادي زعيم في إذاعة موزايك، واللي هو يعمل معد برامج في عندي ما نغني لك. اتصلوا بيا الاثنين بعد ما انا اتصلت واقترحت، اتصلوا بيا ووعدوني كونه كما يقولوا السبت الجاي ولا الثلاثة الجاي نسجل يغنيوا لي غناية. نعم. بالنسبة لنوفل هو اللي يخليهم، اللي يخليه يريحهم في موضع شك. بالنسبة لنوفل ما دخلوا نوفل في برنامج عندي ما نغني لك، قال لي باش نعديك في لاباس وباش نعديك في عندي ما نغني لك. له كونديكتور وله بروديكتور وله انيماتور. نوفل الوطني في عندي ما نغني لك، ايش مدخلوا في عندي ما نغني لك. بالنسبة لعبد الرزاق الشيبي، عبد الرزاق الشيبي من قبل ما نعمل انا الشعب به اتصلت به وعرضت عليه معناها اي فنان راهو يتصل باي مناشد باش يعرض عليه اعماله باش يوصل للجمهور اعماله الفنانه معناها اللي نحكي اي فنان تونسي يحب يوصل اعماله للجمهور. يعطوني كيف على اساس راهو اللي يعجبك فيهم ما يقولولكش لا، راه ما عندهم علاش يقولوا لك لا ساعه، خاطر وقتاش يرفضوك مثلا كي تبدا تنشز، كي تبدا تسجيل معناها متواضع. الفنانين تو يسجلوا في احسن استديوهات، يصرفوا يتعبوا كيف معناها قاعدين يجتهدوا وحدهم ما عندهم شكون يصرف عليهم، وفي الاخر يبدا يصير مناشد ما يهز عليه التليفون بعد ما يقعدوا يعلق عليه ما يجاوبوش على المساجات. وقت اللي يجاوب يقول له اسمعني خويا راك كثرت عليا بالتليفون كيما عمل لي انا لهادي زعيم بعد ما قال لي محمد زي سعيد ونهار السبت هذا ابعث لي
خدمتك على الادريس ايميل نتاعي. قلت له نستناك خويا الهادي يبعث لي ادريس ايميل، خاطر انا مش مفتوح عليا الادريس ايميل. قلت له بعث لي ميساج، قال لي نحسيله كلام نطلب فيه جمعتين هذا علينا نهار الاحد. قال لي بوستة والله راك كثرت علي وقلقتني. قلت كثرت عليك وقلقتني وبيناتنا خدمه ولا معناها يستفزوك بالعاني باش تقول له اي خويا تفضل، وباش انت تقول له معناها لازم وماناش متكلمة رانا نعرفوا بعضنا بالكدا. سي محمد، الأغنية اللي غنيتها راس بسل، اللي غنيتها لنوف الورتيني وعبد الرزاق شيبي، ما لاحظتش غنيتها لنوف الورتيني عملتوا كلاش ولا حاجة ولا ما نعرفش. نوف الورتيني كي تسمعها الأغنية تخشش عليك وقالك ليه مش تدعيك في تونسية على خاطر غنيت على الأغنية على راس بسل؟ اول حاجه راهو باش نقول لك حاجه خويا، انا مانيش من نوع الفنانين معناها كلي مغروم ياسر راني بالتلفز راه، وهو يتغشش هو ديجا بلوكيني فيسبوك راه، معناها اكبر دليل اللي هو تغشش فهمتني، بلوكيني فيسبوك وما يهمنيش فيه تو يستدعى ما يستدعاش. انا راني صحيح شديت الثنية وما عادش رجع عليها بحول الله. يا يرجعوا هما على اللي قاعدين يعملوا فيه يا نكملوا في ثنيتنا بحول الله. وما راني مانيش وحدي، راهو باش نقول لك حاجة، راهو نعطيك 80-70% قل شيء متذمرين وقاعدين زاد باش يجتهدوا ويحضروا كيفي في حكايات هذه. يا خويا ما عادش عندنا احنا باش نغني، ما عادش مغنيين للجمهور احنا باش نغنيوا للناس هذوما، نحن باش نغنيوا للناس هذوما، الناس هذيا اللي تعرف الفنانين ويتعاملوا مع لوبي معين اللي هما في وسطه فهمتني. فهمت خويا؟ اي فهمت. قل لي ندمت اللي عملت اغنية راس بسل غنيتها مع نوف الورتيني وعبد الرزاق الشيبي ولا؟ باهي عرفت شو ندم خويا، بالعكس انا راني تو متفرهد راه وعمل بون كيف وقاعد نحضر معناها في راس بسل سنين بجو فرحان وفي كام معناها وماخذ راحتي وفرحان اللي انا باش نسجل راس بسل سنين فهمتني خويا. علاش نندم زعما علاش شنو اللي من الحاجه اللي باش تخليني نندم؟ فهمت خويا؟ اي فهمت. لا على قد كيفاش جاتك الفكرة باش غنيت على الأغنية هذه؟ وراه بين قوسين خويا، بالنسبة لعبد الرزاق شافي اتصل بيا وعرض علي باش نجي نتحدى ونقص الزيع ويدي وكل الحكايات هذيك. رفضت خويا وقلت كل حد ربي يعينه وانت تخدم على روحك، انتم تعاملتوا مع الفنان التونسي مش مشكلة معينة اللي انا كدولك راه، اما بركة فنانين مساكن ما يحبوش يحكيوا على امل تتصلحش الامور وكذا يرجع يتعدى وكذا فهمت خويا. بالنسبة مانيش نادم، صار سنين ان شاء الله موجودة حاضرة، جيت على التسجيل بحول الله حاضر امورها مريقلة. عندك زاد ايمان مداحي معد برامج بعد برنامج ديمونش حنبال زاد قاعدة تتعامل مع الفنانين وبطرق معناها نقول عليها مثال رخيصة جدا جدا. ما نعرفش انا ايمان مداحي استعمل في ديمونش حنبال معدة ومنشطة وتشيد بريس وتخرج تعمل تحقيقات. شكون هي ايمان مداحي؟ ما عادش عندنا احنا صحفيين في البلاد، ما عادش عندنا شو صحفي يخدم في 6 برامج
علاش عاملينه مع الصحافة يا خوي؟ تفكروا عندنا كان ايمن مداحي وعندنا كان هادي زعيم منشط معد اتاشي دي بريس هو يمشي يا خويا ما يزدي تفكروا مع الصحافة عندنا الاكتفاء ذاتي يزدينا اخوي وهما اللي يقواهم وذاك الشيء اللي يخليهم يبتزوا في الفنانين لو يبتزوهم حتى بعشيرة حتى بقاعدة حتى بكذا والمشاهدة أقوى دليل. شفت الصورة الأخرانية اللي هبطت في منزل الفنان نور شيبة. لو ما عندي حتى مشكلة انتر بارونتيز مع نور شيبة، ما عندي حتى مشكلة مع أي فنان. راهو الفنان قاعد يتعرض لابتزاز معناها ماهوش معقول أبدا، ورأيي أنا الفنان التونسي. محمد، شفناك في قناة حنبال في برنامج تنديك تم مع عفاف الخربي. معناتها الأغنية اللي غنيتها راس المثل عديتها على قناة حنبال ولا شفت بعد البثاث كانت في حنبال عملت الأغنية هذي معناها بعد ما تعديت في حنبال أنا راني ديما نسجل، كل شهر نسجل، كل شهرين نسجل. بعد ما تعديت في حنبال انا ديجا عندي وقت الحكايه هذه مع نوف الورتاني مع ضعيم مع عبد الرزاق الشابي. وانا يا سيدي باش نحكي لك حكايه. انا راهو السيدي نتاعي كان كي يوصل لحنبال ماهوش يطيش بركه، كان يتكسر. يشدوا السيدي ايمان مداحي وعبد الرزاق الشابي سيدي محمد بوستة يقسموه في سنين ويطيشوه. علاش هذا كله؟ علاش؟ على خاطر انقذت العربي نصرة في وقت ما في غناية الشعب اللي لا يفكر به. انقذت وراه وانا كي ننقذ راني ما نسبش، ما نقولش كلام زايد، ما نهتكش على الناس. انقذته كإنسان كانت عنده قناة، كان يخدم في نظام سابق كذا، فهمني؟ هذا وقبل انا وشو خلاني نقدت العربي نصرة. انا كنت مرفوض من حنبال. معناتها من عهد سابق كنت مرفوض. عهد السابق اي مرفوض بوستة ما يتعداش محمد. شو السبب؟ والله الاسباب كان شاد الاعلام والتوا شاد الاعلام. راهو ما تبدل حتى شيء بعد الثوره. راهو اللوبي هو نفسه والاسماء هي نفسها والعصابه هي نفسها. شويه مناشطين حاشا اللي ما يستاهل. راهو عندنا مناشطين رجال ومناشطات ومعدين ومعدات برامج رجال ونساء وما يتعاملوش بالطرق هذه. سامحني محمد سامحني باش نقول لك حاجه. شكون مناشط ولا مناشطه وقفت معك وقفت معك في الميدان الفني تتابع فيك وتتعاطف تلي ولا في الخديو ولا حاجه؟ اي ميساج خويا. بالنسبه للشمسفام نحكي لك قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ بعد الثوره. بعد الثورة. بالنسبة لقبل الثورة راهو اللي يتعامل معايا بطريقة نزيهة هو نوف الورتاني. كل حد نعطيه حقه راه. تعامل معايا بطريقة نزيهة جدا. وكان قبل ما يدخل ينضم للوبي هذا راهو الناس الكل تعرف اللي نوفل دخل في اللوبي هذا. قبل الثورة بعد الثورة ثم طفل اسمه وليد يخدم في شمسفام عنده برنامج نتاع فوندو 100% فوندو ولا تونسي فوندو. ما اتصلت بيه مديت له CD عجبته الأغنية عدى الأغنية. ثم كريمة شموسة اتصلت بها عملت معها باساج بدون اي حسابات وبدون اي تعطيل وبدون اي كذا. وقعد شوفها تعامل مع الفنانين كلها كيف.
معناها قاعد نشوف اللي يتعامل مع اي فنان عنده انتاج يتفضل. عفاف الغربي اتصلت بيا نزلت لها سي دي، عاوز اتصلت بيا مرة أخرى وقالت لي محمد سامحني على المرة اللي فاتت، راني ما قصدتكش وراو سي ديك راه ما وصلنيش ولا راو كذا راو كذا. شيء مشكلة كي نتواضعوا مع بعضنا. قلت لها عافاك ماذا أنا يمكن غلطت فيك نعتذر، ولو اني انا راني ما غلطتش. راه بقيت 6 شهور من معناها نمشي ونجي على السي دي وكذا ومنا، ومش انا بركة، راه فنانين الكل يمشي ويجيو مساكن يعذبوا فيهم وينكلوا بيهم. صدقني كي نقول لك ينكلوا بيهم وافونتو ماهوش قاعد يخلص الفنان. راهو كي يمشي ليميسيون راه الفنان يصرف من جيبه ويمشي يشري لبسه من جيبه ويركب على حسابه ويمشي للقناة ويبقى في اللوج ويجيبوا له كسكروت بالعربي بيت. انا كثير نعرفوا بعضنا راه. ومسكين الفنان من بعد يتعدى يبارج معناها بالبهرج وكل حكايه يقولوا اسمه زي راهو لاباس عليه. يودي الفنان في حاله في تونس.